مضاد للاكتئاب، حاجة كده تفتح النفس وتجوّع. عايزاكم تشوفوا الفيديو للآخر وتقولوا لي جُعتِ والّا لأ. هنعمل أحلى سردين مع بعض النهارده، سيبكم خالص بقى من السردين الصغير خالص، حتى لو ربع كيلو سردين، بس سردينة كده كبيرة وتكون بجد طعمها خلّيكم تعملوها بطريقة سهلة ونضيفة وحلوة أوي. انسي السردين اللي أنتِ بتعمليه الزفر ده ولا بتجيبيه من برّه وما بيعجبكيش، مش هتبطّلي تعمليه وهتحفظوها لفترة طويلة. وعايزة أقول لكم كده جوزِك هيقول لِك تسلم إيدِك يا ست الكل ويبوس إيديكِ الاتنين وصوابعِك ال10، هيقول لِك إيه الحلاوة دي مش هاكل سردين من برّه تاني. وأنتِ ذات نفسِك كده لو مكتئبة من جوزِك ومن العيال ومن البيت والدنيا، صلّي ركعتين شكر وطلّعي طبق من السردين الحلو ده واقعدي بقى إيه كده كُلي بقى وحطّي كيس العيش جنبِك، أو راجل اعمل الطريقة دي وانسى الدنيا بجد طريقة حلوة أوي زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ربنا طرح فيهم البركة. تجيبي السردين بتاعِك يا ست الكل وتشيلي القشر بتاعه اللي من برّه ده، أنا باخلّله بالطريقة دي بيبقى طعمه وريحته حلوة أوي ما بيبقاش زفر أبدًا معايا. هنطلّع القشر بتاعه اللي من برّه وكمان هنشيل الخياشيم اللي من جوّه وهنحط معلقة خل بقى معاه وننضّفه تمامًا مرّة و2 و3 لحد ما إيه، المَيّة والدم بتاعه يطلع معانا وتبقى المَيّة بتاعته صافية خالص وحلو. زي ما أنتم شايفين أنا صفّيته بقى وكنت غسلته بمعلقة خل ورقّدته شوية نُص ساعة، خلّي راسه تحت وديله فوق عشان يتصفّى، وصفّيته وشطفته كذا مرّة، وهاحطه بقى إيه في المَصّة بتاعتي وهارشرش عليه حبّة ملح وأسيبه بقى يتشمّع شوية كده ينشف لمدة ساعة، نُص ساعة، ساعتين، 3، المهم إن هو ينشف معاكِ وينزّل كل الكمية اللي فيه مَيّة والدم بتاعه يكون اتصفّى خالص تمامًا معاكم زي ما أنتم شايفين. ولو مستعجلة عليه حتى لو نُص ساعة تقدري تعمليه، المهم المَيّة بتاعته تكون إيه، نزلت. هنجيب العلبة بتاعتنا والأكياس بتاعتنا نحضّرها، هنرُش الأول حبّة ملح زي ما أنتم شايفين وننزل بالسردين بتاعنا كبير أو صغير، كل واحد ومقدرته، بس بجد السردينة الكبيرة دي حلوة أوي تدّيكِ طعم الفسيخ. وأهم حاجة معلقة الشطة بتاعتنا الهريسة، ما عندكيش شطة هريسة، شطة ناشفة، مش عايزة بلاش يا ست الكل يبقى ملح بس، بس الشطة بتدّي له طعم زي ما أنا قُلت وريحة وبتخلّيه أحمر معاكِ وردي وحلو أوي من جوّه. يالّا فرحوني بالمتابعة واللايك بإذن الله تعالى. زي ما أنتم شايفين هترصي شمال ويمين السردين بتاعنا ورشة ملح، قد إيه ملح زي ما أنتم شايفين كده اللي هي يبقى مش مالحة أوي ولا يبقى عادب أوي. هترصي الكمية بتاعتِك كلّها بالملح والشطة، شايفين بُصّوا قد إيه المَيّة اللي بقى مش نضيفة مش كتير لإن طبعًا صفّيته كذا مرّة وكبّيته، كبّيت المَيّة بتاعته. أنا خلّصت الكمية بتاعتي وحطيت كمان معلقة هريسة كده. الطريقة دي هتخلّي معاكِ السردين يطلع معاكِ نضيف ومن غير ريحة زفرة أوي وتاكليه كده ولا إيدِك ولا بيتِك ولا مطبخِك ولا الحوض بتاعِك يبقى ريحته وحشة حتى لو غسلتيه. الخياشيم اللي إحنا بنطلّعها دي بتبقى كلّها دم ومش نضيفة وبيبقى السمكة أو السردينة زفرة أوي، لكن بالطريقة دي حلوة. أنا بقى شمّعتهم حطيت لهم كذا كيسة وقفلت عليهم، خلّي الرابطة بتاعتِك من فوق وتعوجيها شمال ويمين علشان الملح يتفاعل مع بعض، بس أهم حاجة الرابطة ما تحطهاش من تحت عشان ما تصفّيش المَيّة. لو عندِك علبة وينفع تقلبي العلبة لضهرها ووشّها تقدري تعملي كده، لكن أنا بالطريقة دي أنا باعمل السردين بتاعي وكمان الفسيخ بيريحني، لإني باقدر أقلب الكيس كده شوية وكده شوية. أسكت لأ طبعًا، ما أنا سوبر ماما طبعًا عشان الأكياس دي ما تتخرمش، إن السردين بيبقى فيه شوك من برّه فبيخُر، لأ حطيته كمان في علبة علشان أضمن إن هو ما فيش حاجة، وهنا فتحت عليه زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله، سردينة كبيرة وتفتح النِفس وكلّها لحم ودايبة معايا. هياخد معاكِ قد إيه، أقل من أسبوع، أنتِ بقى واحتياجاتِك. لو أنتِ عايزة تفتحي عليه تقدري تفتحي ومش عايزة خلاص سيبيه لحد أسبوع أو 4 أيام يكون استوى. زي ما أنتم شايفين هنشيل الراس بتاعته ونشيل القلب بتاعه كده ننضّفه، وطبعًا أنا كنت باعمل بإيد واحدة عشان كده الإيدين مش شغالين مع بعض. هنا أنا نضّفته وشِلت الشوك اللي جواه، يعني سردينتين ممكن يشبعوا واحد، طبعًا بالنسبة للناس اللي أكلها بسيط. السردينة بسم الله ما شاء الله يمكن الكاميرا مش جايبة، هنا أنا نضّفت دول وصفّيته من المَيّة بتاعته كويس تمامًا بعد ما شطفته، علشان الريحة بتاعته ما تبقاش نفّاذة ويبقى نضيف معايا، وأطلّع بقى لجوزي وولادي وأطلّع منه في أي وقت يبقى جاهز. داخلين على أعياد كل سنة وأنتم هنا بقى حطيت الزيت بتاعي وحطيت كمان معلقة شطة زي ما أنتم شايفين. هنا اللي نضّفت بس دول 2 نضّفتهم ما شاء الله كميتهم حلوة، وعايزة أقول لكم طعمه زي العسل. أحلى حاجة إن أنتِ تحطيه في الزيت بتاعه والشطة بتاعته وتحطيه في علب كده وتطلّعي في أي توقيت أنتِ محتاجاه، حطيه في التلاجة بجد بيفرق أوي طعمه في الزيت
أفضل من إن تنضّفيه وتاكليه وقتي، تسيبيه شوية كده يتعتّق، أنا باعمله الطريقة دي، وكانت أخت جوزي كانت قايلة لي على حبّة، الحبّة لينا وحبّة ليه، اعملي واملي بيتِك خير وسعادة، اوعوا تنسوا تشجعوني باشتراك ولايك وشير، وقولوا لي بتعملوه بالطريقة دي ومن أنهو بلد بتتابعوني، ربنا يسعدكم ويحقق لكم كل الأماني كل سنة وأنتم طيبين ويحقق لكم كل الأماني اللي بتتمنوها، وشكرًا ليكم على الكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها، شكرًا ليكم على فيديو الفسيخ اللي مشاهدة كبيرة وفرّحتني وناس كتيرة قالت لي إن هي بتعمل الفسيخ بالطريقة الحلوة دي.